كوكو عسلامة، زايد مع حلونة تونسي وبنتو. اليوم عملت لكم كعيبة منيارديز بحشوات مختلفة، جاو بنان بالحق يعملوا الكيف. الصعيب في الروسيت هذه انك تمشي تشري سكر المنيارديز اللي تلقاه عند اللي يبيع لوازم الحلويات، ونوريكم الطريقة ما اسهل شي منها. عندنا لهنا 150 جرام لوز افيلي، عليهم 180 جرام سكر كروكون. السكر هذايا تلقاوه عند اللي يبيع لوازم الحلويات. كما قلت لكم نخلطوا كل شيء مليح. راني وريتكم الباكو اللي استعملته، ولهني خذيت المول نتاعي باش نحط الخليط. ماذا بيكم تحطوا تعبيوهم مليح مليح، تكوموهم للفوق، خاطر من بعد كي باش يدخلوا للفور باش يهبطوا للنص. دخلتهم للفور على 150 درجه حتى تحمروا شويه كيف ما هكا، وباش ناخذ اي حاجه لوح كيف ما هكا مدوره، ونحاولوا نعملوا كل فورمه باش نقاو نحطوا الحشوه نتاعنا. بالنسبه للحشو نتاعي عندي 150 جرام لوزات، حطيت عليهم غرفه سكر محور، ما يجيكمش حلوره وهكا. كان تحبوا حلاوه زيدوا اكثر، وريحتهم مليح. ما تخليوهاش جاريه خاطر يلزم الخليط اللي نحطوه في المنيارديز ما يكونش جاري برشا. ولهني عندي شويه بات بيستاج زاده، ومن الفوق لهني عندي شوكولا بلون ذوبتها وزدت عليها شويه بيستاش ولوز ابيض اللي قطعتهم هكا بالطول باش يجيو مزيانين. نحطهم الفوق ونزينوا كيما نحبوا احنا. ولهني عندي شوكولا نواغ كيف كيف ذوبتها، زدتها نوازيت، خلط كل شيء وباش نحطهم على كعيبه المنيارديز كيف ما هكا. وتنجموا تحطوا فاكهه والا تنجموا تزينوا كيما تحبوا نتوما.